استنى انا كان معايا 200 جنيه مش عارف راحت فين. السلام عليكم. كان معايا 200 جنيه بس مش عارف راحت فين. انا متاكد ان كانت معايا. لقيتها. هي دي المحاسبه في ابسط صوره ليها. الفلوس بتاعتي جت منين وراحت على فين. ومن هنا هتبدا اول خطوه في رحلتنا في المحاسبه يا بطل. يلا بينا نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اول حاجه خلينا نبدا بيها كده، عايز افكرك بحاجه، ان طول ما انت مع البوب هتبقى التوب ان شاء الله. خلينا برضو نتفق اتفاق عشان اثاره الجدل اللي اليومين دول ماشيه. عندنا في مسار الاعمال مادتين، اداره اعمال ومحاسبه. والله من الاخر كده، من الاخر يعني، انت لو بتحب المذاكره وبتحب انك تقعد على الكتاب والملزمه وتبدا تكتب وتحفظ اسئله، المادتين كده كده كويسين وحلوين جدا، والاثنين هتستفاد منهم استفاده كامله، ومفيش معانا اي مشكله في المادتين. المادتين حلوين الحمد لله. طيب، والحمد لله انا كده كده عارفه. طيب، لو انت طالب بتحب المذاكره وبتحب انك انت تذاكر والمعلومه تثبت في دماغك، فاتكل على اداره اعمال 100. طب والله انا عايز الم درجات اكتر وانا ماليش في المذاكره قوي، بس انا بحب الفهم يعني، فاعمل ايه؟ لا، تعالى لي بقى في المحاسبه. المحاسبه ما فيهاش حفظ نهائي، كلها بتعتمد على فهمك انت. الشرح اللي انا بشرحه لك ابسطه لك واوصله لك بمعلومات حلوه جدا، تبدا ان انت تفهم مني. طيب، المحاسبه كلها بتتكلم عن فلوس، بزنس. واولا هي لغه اعمال. يعني ايه لغه اعمال؟ هي لغه. يعني ايه لغه؟ يعني انت دلوقتي بتدرس الانجليزي مثلا، بتدرس العربي، الرياضه 1 2 3 4. نفس الكلام المحاسبه، ليها اساسيات. والله انت لو عرفتها تبقى محاسب 100 وشاطر جدا، وهتعرف تدير مشروعك الخاص، البيزنس ليك، البيزنس بتاعك في المستقبل. ماده ممتعه جدا، وهنشرحها كلها عباره عن قصص، وهتعرف مني كل حاجه انها بسيطه جدا يعني. هي دي المحاسبه اللي معمول عليها كل الحوارات دي. تمام؟ طيب، نرجع تاني. انت لو بتحب المذاكره وعايز تذاكر والموضوع بيثبت في دماغك والمعلومات بتثبت وبتحب الكتابه والحاجات ديت، خش على اداره اعمال. حفظ، ماده حلوه وجميله ولذيذه وكل حاجه، بس هي حفظ. تمام؟ برضو هتتعلم ازاي تدير المشروع وكل الحاجات ديت، بس حفظ. طيب، المحاسبه ما فيهاش حفظ نهائي، حتى النظري اللي انا هشرحه دلوقتي ما فيش حفظ، كله فهم. كله فهم. خلينا يلا نبدا. مفهوم المحاسبه في ابسط صوره ليه، في ابسط صوره، حاجات حصلت معانا في اليوم احنا بنبدا نحللها، مواقف بنبدا نحللها وبعد كده نسجلها. تمام؟ نسجلها ازاي او نحللها ازاي؟ دلوقتي بافتراض ان انت خدت 200 جنيه، يعني قصه، خدت 200 جنيه من والدك ونزلت تشتري حاجات. والله طلعت والدك بيقول لك فين الباقي؟ قلت له انا ما فيش باقي، هو الراجل خد مني 200 جنيه. طب ماشي، ما انت جبت حاجات، الحاجات اللي انت جبتها دي من السوبر ماركت دفعت فيها كام؟ هي 200 جنيه. طب الحاجه دي بكام والحاجه دي بكام؟ ما اعرفش والله يا بابا، انا دفعت 200 جنيه. فجي تاني يوم قال لك طيب بص، خد ال 200 جنيه ديت اصرف زي ما انت عايز فيها، بس كل ما تيجي تصرف حاجه اكتب لي انت صرفت ايه، عشان اخر اليوم اعرف انت جبت ايه وبكام. انت قلت له تمام. بدات ان انت تنزل السوبر ماركت وتبدا كل حاجه تشتريها تكتب، كل حاجه تشتريها تكتب. جيت في اخر اليوم والدك جه مسك الورقه، فهم انت عملت ايه بال 200 جنيه. طيب، هنا احنا عملنا معاملات ماليه خلال اليوم، بس عرفنا احنا صرفنا ايه وعملنا ايه. ووالدي عرف. عشان ايه؟ عشان احنا سجلنا في ورقه. طيب، بالمناسبه المحاسبه عمرها ما بتتغير. يعني ايه عمرها ما بتتغير؟ يعني انت هنا في مصر بتدرس محاسبه وهتشتغل محاسب. سافرت اي بلد اوروبيه هتشتغل نفس تبقى الاصل المحاسب اللي انت بتشتغل بيه هنا. كل الحاجات الاسس او كل الحاجات اللي انت هتتعلمها في المحاسبه بتشتغل بيها جوه مصر وخارج مصر، ايا كان بقى بلد اجنبيه، بلد اوروبيه او بلد عربيه. تمام؟ يعني لو سافرت في اي حته هشتغل بنفس الاسلوب، ما عدا حاجات معينه
اللي هي فيها تدخل قانون الدوله نفسه، يعني زي الضرايب والحاجات دي. طيب بعد كده جيت انا بسجل في الورقه، لازم في الطبيعي انا بسجل لوالدي في الورقه وخلاص، انما في المحاسبه بقى لازم اسجل بطريقه معينه عشان لو اي حد شاف الورقه ديت يفهم انا بتكلم عن ايه. يعني انا لو ما سجلت على الورقه ديت كمحاسب بقى، انا كمحاسب بقى وسجلت ورحت اي بلد تانية اديتها المحاسب زيي، هيفهم كل حاجه انا كاتبها. ولو انا رحت البلد عربيه برضو لمحاسب زيي هيعرف كل حاجه انا كاتبها. تمام. المحاسبه ديت بتمر دوره محاسبيه. احنا زي ما انا قلت لك كده، انا وانت واحنا بنحكي دلوقتي احنا كده حللنا. يعني ايه حللنا؟ يعني حصل مواقف، حدوته، فزوره، حللناها. هي دي التحليل. بعد كده بنبدا نسجلها واحده واحده معانا. هعرفك ازاي بنسجل في قيود اليوميه بس كمان شويه كده، ايه، اول المحاضره الجايه ان شاء الله. تمام. بعد كده بنرحلها، وبعد كده بنلخصها، بعد كده بنقفل الحسابات وبنسويها في الحسابات والتسويه، وبعد كده بنعمل قائمه الدخل وقائمه المركز المالي، اعداد القوائم الماليه. كل دي حاجات احنا هنعملها مع بعض ان شاء الله في المحاسبه، وهي دي اللي داير عليها المحاسبه. تمام. بس لازم وانا بحفظهم او لازم وانا بفهمهم لازم افهم بالترتيب. يعني ما ينفعش ان انا احلل بعد كده ارحل، لا، ما في تسجيل، يعني هي مراحل، فلازم بالترتيب. طيب تعريف ابسط تعريف في المحاسبه. المحاسبه هي لغه الاعمال زي ما احنا قلنا، التي تساعدنا على معرفه ما للمنشاه وما عليها. يعني ما على المنشاه وهل هي حققت ربح ولا خساره. احنا النهارده اشتغلنا، عملنا ربح ولا عملنا خساره، كسبنا ولا خسرنا. هي دي المحاسبه. انا عايز افهم احنا كسبنا النهارده ولا خسرنا. تمام. تعالى بقى نشوف الشكل القانوني للمنشاه. عندنا كذا شكل للمنشاه. يعني ايه؟ نفترض دلوقتي انت قاعد على القهوه، ماشي، احنا قاعدين على القهوه، وجه في دماغي انا عايز افتح مشروع، يعني عايز افتح مشروع وهفتح مشروع النهارده، يعني هفتح مشروع. وابص في جيبي ما لقيتش غير 5000 جنيه. قلت تمام. بدات ان انا اجيب تيشيرتات وافتح محل، وبدات اشتغل بال 5000 جنيه، جبت بضاعه حطيتها في المحل. تمام. وبدات ان انا ابيع. افتراض ان انا كسبت. حد ليه عندي حاجه؟ يعني حد هيقاسمني في ربحي؟ المنشاه دي بتاعتي، المحل ده بتاعي، انا اللي فاتحه وبفلوسي، وانا البضاعه اللي جوه دي بتاعتي. تمام، شيء جميل. طيب نفترض افتراض تاني. لو انا خسرت وما حققتش اي ربح وبقيت مديون، هل هيبقى حد مديون غيري؟ انا اللي هبقى مديون، الفلوس دي عليا انا. تمام. يعني هي مسؤوليه غير محدوده لصاحب المنشاه، وهي المنشاه ديت بيديرها شخص واحد بس. تمام. هي دي المنشاه الفرديه. تمام. عندنا كمان نوع تاني. لو بقى انا قاعد على نفس القهوه برضو، نفس الكافيه، وكان معايا واحد صاحبي قاعد معايا، فبدا ان هو انا اشرح له، اقول له والله انا عايز افتح مشروع ومعيش غير 5000 جنيه بس، والدنيا مزنقه معايا، وبص انا على الحديده. قال لي والله انا معايا 5000 جنيه، ايه رايك نيجي نحط ال 5000 جنيه بتاعتي مع ال 5000 بتاعتك ونبدا نفتح المشروع بتاعنا. قلت له والله انا موافق، كده كده انت صاحبي، انت اخويا، وانا مصدقك وضمنك، واحنا الاتنين لو خسرنا هنخسر سوا بنفس التساوي. ليه؟ عشان انت مديني 5000 جنيه وانا كمان حاطط 5000 جنيه، فاذا احنا الاتنين متساويين. لو انت حطيت اكتر يبقى فيها كلام تاني. تمام. بس انا دلوقتي حاطط زيك، يبقى احنا الاتنين لو كسبنا هنكسب مع بعض، ولو خسرنا هنخسر برضو مع بعض. تمام. هنا دي بقى اسمها شركات تضامن، يعني انا ضامن صاحبي. طيب نفترض افتراض اللي بعده. لو جه بقى واحد صاحبي، هو صاحبي دوت اللي معايا، بس المشروع اللي انا عايز ادخله بمبلغ اكتر من كده. نفترض ان هو مثلا ب 13000 جنيه مثلا، وانا معايا 5000 جنيه بس، وصاحبي نفس الخمسه برضه معاه 5000 جنيه. فانا بقول له والله انا محتاج 13000 عشان ادخل المشروع ده، وانا معيش غير 5000 بس، وصاحبي معاه 5000 بس. راح قال لي بص، انا في واحد اعرفه كده، او الراجل اللي بيحط القهوه سمعك وانت بتتكلم، سمعك،
فقال لك والله انا معايا 3000 جنيه، ايه رايك ما اخش معاك؟ قلت له ماشي، بس انا مش ضامنه، يعني انا مش بقول لصاحبي انا مش ضامن الراجل ده، انا ما اعرفوش، ده راجل حط لنا القهوه، احنا قاعدين على كافيه عادي جدا وانا ما اعرفوش، ايه هنعمل ايه؟ قال لي ماشي نخليه معانا، بس هنا ما اسمهاش شركات تضامن، اسمها شركات توصيه، موصون. يعني ايه موصون؟ صاحبي وصاني عليه. طيب يعني ايه صاحبي وصاني عليه؟ يعني دلوقتي ما ينفعش ان انا اخد قرارات في المحل بتاعي دوت وصاحبي ما ياخدش قرارات، لا، ما هو برضو داخل معايا شريك زيه حاطط 5000 جنيه وانا حاطط 5000 جنيه، بس في واحد معانا حاطط 3000 جنيه، برضو لازم ياخد قرار. بس ثانيه واحده، ياخد قرار اللي حاطط 3000 جنيه ده، ياخد قراره على حسب حجم راس المال اللي هو حاطه، وصاحبي اللي هو دافع 5000 جنيه برضو زيي ياخد قراراته على حسب راس المال اللي هو حاطه، وانا نفس الكلام. يعني كل واحد ياخد قراراته وياخد ارباحه او خسارته على حسب حجم راس المال بتاعنا اللي احنا بدأناه، يعني كل واحد يختلف عن التاني، عشان كده اسمها شركات موصومه. تمام. نفترض بقى انا مش هفتح مثلا يعني انا مش هفتح محل ومعيش فلوس بقى ايجار والحاجات دي كلها، وقلت لواحد صاحبي ان تعالى انا وانت نشتغل اونلاين ونجيب تيشيرتات ونبيعها اونلاين. قال لي تمام ماشي، ونفس الكلام، هو ب 5000 جنيه وانا ب 5000 جنيه، وبعد ما جبنا البضاعه واشتغلنا وبعنا وكسبنا او خسرنا، خلصنا خالص، قلت له بس كل واحد بقى يروح لحاله، كل واحد يشوف طريقه يبعد عن التاني، احنا كده خلصانين. هنا اسمها شركات محصه. يعني ايه محصه؟ يعني شركات مؤقته بتحصل لغرض معين، عند الانتهاء منها كل سنه وانت طيب كل واحد يتفرق وملوش دعوه بالتاني. تمام. هي دي انواع الشركات. طيب عندنا نوع تاني من الشركات بس بحجم كبير جدا من الاموال، المجموعه المستنديه، المجموعه الدفتريه، قوائم نتائج الاعمال. دول هندرسهم بشكل عملي كمان شويه. تمام. خلينا برضو نرجع خطوه كده. عندنا هدف رئيسي للمحاسبه. هو ايه؟ ان احنا بنوفر معلومات عشان اللي بياخد القرار يعرف ياخده. بمعنى انا كصاحب مشروع ومدير عايز اخد قرارات، لازم يكون عندي معلومات ماليه عشان اعرف اخد القرار بتاعي، احنا كسبنا ولا خسرنا، طب المنتج دوت اللي انا ببيعه بيحقق لي ربح ولا مش بيحقق لي ربح، ما اشتغلش فيه تاني. تمام. اللي بياخد القرار جوه المنشاه بتاعتي المدير او المديرين الاقسام او العمال، بس مش العمال كعمال، يعني كما مثلا المحاسب برضه بياخد قرار، بس كل واحد برضه على حجم، يعني على حجم مسؤوليته في المنشاه. تمام. يعني كده فهمنا ان اهداف المحاسبه بتوفر معلومات لازمه لمتخذ القرار من الاطراف الداخليه والخارجيه. الاطراف الداخليه اللي احنا لسه قايلينهم اللي هو المدير، فين؟ اهو المدير والعمال العاملون. طيب الاطراف الخارجيه اي حاجه بره المنشاه، زي ايه؟ زي البنوك، الموردين، المستثمرين، العملاء، الجهات الحكوميه زي مصلحه الضرائب. تمام. عندنا برضو مش المحاسبه ماليه بس، احنا عندنا حاجات كتير جدا في المحاسبه، يعني عندنا فروع كتير جدا في المحاسبه، المحاسبه الماليه، محاسبه ضرائب، محاسبه شركات، محاسبه بنوك، محاسبه ضريبيه، محاسبه زراعيه، محاسبه اداريه، مراجعه، كل دي محاسبات، بس اهم محاسبه هي المحاسبه الماليه. ما ينفعش تتعلم اي محاسبه تاني غير لما تتعلم المحاسبه الماليه، يعني بالبلدي كده هي الام بتاعت المحاسبات كلها. تمام. اهي فروع المحاسبه اهي. تمام. وظيفه المحاسبه برضو زي ما احنا قلنا بالظبط فوق في المحاسبه تحصر وتحديد وتحليل المعاملات الاقتصاديه وتوصيل وترحيل وترصيد المعلومات، بس كده. تمام. لينا اهم حاجه في المحاسبه
اسمعني ال5 دقايق جايين دول بتركيز جدا. ليه؟ لأن المحاسبة فيها أسس ومبادئ، لو أنت اتعلمتها صح من دلوقتي أضمن لك إن أنت تبقى محاسب شاطر فيما بعد، أضمن لك إن أنت هتنجح في المادة بتاعتك دي. أهم حاجة في المحاسبة هي دي، فهمتها يبقى خلاص كده، أنت مش محتاج حاجة تاني. طيب، ما هي أنواع الحسابات؟ عندنا 5 حسابات، ولازم تركز بقى كده، تشرب كوباية قهوة كده وأنت بتسمعني. عندنا 5 حسابات: حسابات حقيقية وحسابات وهمية. بمعنى أنا دلوقتي بشرح لك على على بورد، وفي كاميرا بتصورني. تمام، كل الحاجات دي بالنسبة لي أنا بقى كاستوديو، بقى أنا هو كاستوديو في استوديو اهو. الحاجات دي بالنسبة لي، بالنسبة لصاحب الاستوديو فهي أصل. يعني إيه أصل؟ يعني دي المنشأة بتاعته، وده الأصل بتاعه، هو بيشتغل بيه. يعني عنده شاشة، بورد، عنده كاميرا، عنده مروحة، عنده إضاءة، عنده تكييف، كل الحاجات دي بالنسبة له أصل. طيب، في عندنا نوعين من الأصول. يعني إيه؟ عندي حاجة اسمها أصول ثابتة وأصول متداولة. إحنا في البداية بس عشان تفتكر، إحنا قلنا أول حاجة بنعملها في المحاسبة بنحلل. يعني أنت المحاسبة عبارة عن كلمات إحنا بنحللها، بنعرف يعني إيه الكلمة دي عشان أعرف أحل، عشان أعرف أكتب في قيد اليومية. تمام؟ يعني إيه بقى أصول ثابتة؟ أصول ثابتة دي يعني أي حاجة في المنشأة عندي أنا مش بتاجر فيها، هي بتاعتي بس أنا مش بتاجر فيها، مش باخد منها ربح، أنا بستخدمها عشان أطلع منها ربح فيما بعد. يعني إيه؟ يعني الشاشة دي بالنسبة لي أصل ثابت، المروحة أصل ثابت، المباني أصل ثابت، الأرض اللي أنا واقف عليها أصل ثابت، الإضاءة أصل ثابت. لو أنا مثلا دكتور أو محامي وعامل يافطة إعلانية حاططها بره في الشارع عشان كل اللي رايح وجاي يشوفني، دي أصل ثابت. يعني إيه بقى أصل متداول؟ أي حاجة عندي أنا بتاجر فيها وباخد منها ربح. بمعنى لو أنا بقى تاجر شاشات وببيع ببيع شاشات، هنا تبقى الشاشات بالنسبة لي أصل بس متداول، ببيعه بتاجر فيه وبكسب منه، فأصل ثابت، أصل متداول. ده لو أنا صاحب شاشات، عندي معرض مثلا سيارات وببيع عربيات، العربيات هنا أصل بس متداول. بس لو أنا في الشركة وجايب عربية واحدة بس بتنقل لي البضاعة وبتجيب لي البضاعة، أنا كده بستخدمها. أي حاجة أنا بستخدمها في المنشأة بتاعتي أصل ثابت، أي حاجة في المنشأة بتاعتي أنا بستخدمها استخدام أصل ثابت. لو أنا بتاجر فيها أي حاجة برضه في المنشأة بتاعتي بس أنا بتاجر فيها أو بتاجر بيها، دي تبقى أصل متداول. بس كده، حاجة حقيقية، الأصل ده الأصل ده حاجة حقيقية أنا شايفها. تمام؟ الخصوم برضو حساب حقيقي. يعني ايه الخصوم؟ الخصوم عندي برضو نوعين: خصوم ثابته وخصوم متداوله. تمام؟ ايه هي الخصوم الثابته؟ بافتراض الخصوم دي عامه ليها يعني يطلق عليها اسم تاني، الالتزامات. الالتزامات او الخصوم هي عباره عن ديون يعني فلوس عليا انا كمنشاه، دي فلوس عليا للغير. بمعنى انا دلوقتي معيش فلوس افتح مشروع، فرحت البنك، والله انا هاخد قرض، بس انا هاخد القرض دوت 5 سنين، مش هقدر ادفعه لسنه واحده. تمام؟ هنا ده يبقى خصم ثابت طويل الاجل. الخصوم الثابته طويله الاجل يعني اي خصوم عندي تتعدى السنه، بعد سنه، اي حاجه بعد سنه بتبقى اسمها خصوم ثابته. دينا بقى الخصوم المتداوله. الخصوم المتداوله ديت اللي هي الخصوم بس اقل من سنه، بمعنى برضو قرض عليا، بس القرض دوت انا هدفعه خلال سنه او خلال شهر او خلال شهرين او خلال 6 شهور او خلال سنه.
اسمه قرض اسمه خصم متداول، يعني اقل من سنه. اي حاجه عليا، ببساطه اي حاجه عليا هدفعها، يعني ديون عليا اقل من سنه، كل ده كده خصم متداول. طب لو بعد سنه اي حاجه هدفعها بس مثلا اقساط، بعد سنه، سنتين، 3، 4، 5، 10، ده خصم ثابت طويل الاجل. بس كده، دي كده الاصول ودي كده الخصوم، وعرفنا ايه هي الخصوم وعرفنا ايه هي الاصول وايه هي الخصوم. طيب، عندنا حساب تاني اللي هو اسمه حساب راس المال، حساب حقوق الملكيه. حقوق الملكيه يعني حق ملكيتي في المنشاه. انا فتحت مشروع، ولازم نركز جدا، ابوس ايدك، ده اهم حاجه في المحاسبه. والله فهمت دول الخمس حسابات دول، كل سنه وانت طيب، انت محاسب، ده بجد مش كلام وخلاص. طيب، جيت انا عايز افتح مشروع، لازم تعرف حاجه مهمه جدا، ان في فرق شاسع بين صاحب المشروع اللي هو انا، وبين المنشاه بتاعتي، برضو بتاعتي المنشاه بتاعتي، بس في فرق بيني وبينها. يعني فلوسي ملهاش علاقه بفلوس المنشاه بتاعتي. انا فاتح محل، ماليش علاقه بالمحل بتاعي، انا حاجه والمحل حاجه. انا فلوسي اللي في جيبي حاجه، والفلوس اللي بتدخلها لي المحل بتاعي دي حاجه. محاسبيا بقى، محاسبيا انا فلوسي دي حاجه شخصيه، فلوس المحل او فلوس المنشاه او المنشاه عامه ده شخص اعتباري. تمام، محاسبيا بنقول عليه شخص اعتباري. انا صاحب المنشاه ديت، انا شخص حقيقي. تمام. تمام. حقوق الملكيه بقى بتثبت فلوسك كراس مال. انا دلوقتي هبدا مشروع في المحل بتاعي كفردي مثلا، كفردي انا منشاه فرديه، وهبدا اعمل مشروع، وليكن ب 100,000 جنيه. ال 100,000 جنيه هنا، ال 100,000 جنيه هنا دي فلوسي، بس انا هعمل بيها مشروع. ده لو انت شخص عادي بتقول الكلام ده، بس بقى كمحاسب ما تقولش الكلام ده. تقول ايه؟ انا هسلف الشركه اللي انا هعملها 100,000 جنيه. يعني اول ما تبدا تعمل مشروع لنفسك كمشروع بقى، نقف بقى هنا كمشروع بقى، انا كمشروع انا مديون لصاحب المنشاه اللي هو انا صاحب المنشاه. المنشاه بقى، المنشاه مديونه لصاحب المنشاه بال 100,000 جنيه. تمام؟ ماشي، هنعرف يعني ايه بعدين، بس ركز في الحته دي، هنعرفها بعدين لما نيجي نحل عملي. تمام؟ ماشي. رأس المال بتاعي ده حساب برضو حقيقي. تمام كده؟ والمحاسبه كلها بتتكلم عن الاصول والخصوم وحقوق الملكيه والايراد والمصروفات. تمام، احنا كده عرفنا الاصول واصول ثابته واصول متداوله، خصوم ثابته وخصوم متداوله، وحقوق الملكيه اللي هي راس المال، يعني هي فلوسي اللي انا بعمل بيها الشركه، بعمل بيها المنشاه بتاعتي. تمام. عندي بقى حسابين تاني، بس حسابين وهميين. حسابين وهميين يعني ايه؟ يعني الفلوس اللي انا بصرفها، والفلوس اللي انا اي حاجه انا بصرفها فهي مصروف. زي ايه مثلا؟ زي الاعلان، الدعايه والاعلان، الايجار، وصل كهرباء، وصل ميه، وصل غاز، اي مصاريف، مرتبات الناس اللي شغاله معايا هنا ليها مرتبات، كل دي مصاريف. تمام. بس المصاريف ديت بتاثر في مين؟ في فلوس بتاعت المنشاه، بتاعت صاحب المنشاه. يعني ايه؟ يعني الايرادات والمصروفات بيأثروا على راس المال. تمام كده؟ ودي حته مهمه جدا جدا. الايرادات والمصروفات مسؤولين مسؤوليه كامله من امهم اللي هي مين؟ راس المال. يعني راس المال ده الام بتاع الايرادات والمصروفات. افهمها كده. تمام. وهتعرف ده بعدين لما نيجي نسجل في كود اليوميه هتعرف اللي انا بقوله لك ده، عشان كده بقول لك ركز جدا. تمام. زي ما احنا قلنا برضو اهو، عندي اصول ثابته، اصول متداوله،
خصوم ثابته، خصوم متداوله. الملزمه تحفه، انت لو هتقراها بس كده هتفهم كل حاجه لوحدك، هتفهم. حقوق الملكيه، راس المال، المصروفات والايرادات. تمام. عايز افهمك حاجه ولازم تركز فيها جدا برضو. دلوقتي انا فتحت مشروع، ولنفترض تيشيرتات برضو، والتيشيرت انا ببيعه وليكن ب 500 جنيه. فجه واحد صاحبي قال لي انا عايز التيشيرت ده بصراحه كده يا بوب، التيشيرت ده جامد، ممكن اقيسه؟ قلت له يا باشا اتفضل، المحل كله بتاعك، ما تقولش كده يا جدع. دخل وقاس، قال لي جميل جدا بس خساره. قلت له ايه يا عم، في ايه خساره ليه؟ قال له اصل انا معيش فلوس. قلت له ولا يهمك يا صاحبي، انت حبيبي، انت اخويا، احنا اصحاب، روح بص اي وقت يا عم يبقى معاك ال 500 جنيه هاتها. يعني بمعنى اصح هبيع له شكك، تمام؟ بس انا ضامنه. انا ضامنه، يعني ده صاحبي، اخويا، انا ضامنه. تمام. وكمان انا ما خليتهوش يمضي على حاجه، يعني ما قلتلوش مثلا انا مش واثق فيك مضي على وصل امانه ولا كمبياله، لا، انا واثق فيه جدا. وقلت له كده بالبق، يعني انا وهو كده اتكلمنا قدام بعض بالبق، قلت له يا باشا كل سنه وانت طيب، خد التيشيرت بتاعك، امشي في اي وقت هات ال 500 جنيه بكره او بعده لما يكون معاك يا عم. تمام. هنا اسمهم العملاء بتوعي، بس هم ما ادونيش فلوس كاش، ادوني على الحساب. فاسمهم ايه بقى؟ مدينون. هي العملاء اللي اشتروا مني بالاجل ولسه ما دفعوش. تمام. في عندي برضو حاجه اسمها اوراق قبض. ركز معايا، بص انا عندي 4 حاجات هتكلم فيهم: المدينون والدائنون واوراق القبض واوراق الدفع. وال4 حاجات دول هم اللي بيلخبطوا كل الطلبه. تمام؟ فركز معايا جدا. المحاضره دي تبان لك عادي، بس اقسم بالله هي سر المحاسبه كله. كل المحاسبه بيتكلموا عن دول 4 حاجات دول، والانواع الحسابات ال5 دول. تمام؟ طيب مين هم العملاء؟ قلناهم، اللي احنا ادينا لهم فلوس، ان احنا ادينا لهم منتج، يعني بعنا لهم حاجه بس ما اخدتش منهم فلوس. طيب دول اسمهم مدينون. طيب لو انا بعت حاجه برضو، بعت التيشيرت دوت، بس انا مش واثق في اللي انا بعته له، يعني مش صاحبي، ما اعرفوش، انا مش ضامنه ما اعرفوش، فقلت له ماشي. زي مثلا لو انا ببيع حاجات بالقسط، اجهزه كهربائيه، الحاجات دي ببيعها بالقسط، فبمضيهم وببصمهم وبصم على ايصال امانه او كمبياله. اول ما تسمع كلمه كمبياله دي ورقه انت هتقبضها منه. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بعت لك منتج وانت ما اديتنيش فلوس، وانا جيت قلت لك امضي عشان انا مش واثق فيك، يعني انا بمضي لك، انت بتمضي لي على وصل عشان انا مش واثق انت هتديني الفلوس دي ولا لا، فاضمن حقي دي بالوصل ده. وبعد كده الوصل ده بيفضل معايا، اول ما بتيجي تدفع لي بقول لك الباشا الوصل اهو، خلاص خدت منك الفلوس بتاعتي. تمام؟ هنا الوصل دوت انا هقبضه، يعني هقبض منه ولا هدفع له؟ هقبض له، يبقى هقبض منه، يبقى اسمها اوراق قبض. تمام كده؟ يبقى احنا كده عرفنا المدينون واوراق القبض هما الاثنين واحد، بس هنا انا واثق فيه، هنا انا مش واثق فيه. هنا اسمها على الحساب، يعني انا واثق فيه وقلت له هتدفع لي، وانا واثق فيك وانت هتدفع لي بكره او بعده عادي براحتك، بس ما مضيتهوش على حاجه. هيجي لي في المساله باسم مكتوبه ازاي؟ على الحساب، يعني بعت حاجه على الحساب. تمام؟ طب لو قال لي في المساله كمبياله يبقى اوراق قبض. اعكس بقى الاثنين دول بقى في الدائنون واوراق الدفع. يعني ايه الدائنون واوراق الدفع؟ هو اللي احنا قلناه، بس اعكسهم بقى، بدل ما احنا بنتكلم عن ان احنا بعنا، لا احنا اللي اشترينا بقى. يعني بافتراض ان انا جيت اشتري بضاعه من المورد بتاعي، انا بشتري من
مثلا من مكتب، انا كمحل ملابس مثلا او كمثلا مصنع ملابس، فانا بشتري القماش بتاعي من مصنع مثلا. فالمصنع دوت انا معيش فلوس ان انا اشتري قماش، فقلت له والله انا بتعامل معاك على طول وباخد منك على طول، فممكن بعد اذنك اخد البضاعه ديت وبكره او بعده اديك الفلوس بتاعتهم. قال لي يا عم اتكل على الله، احنا واحد، اشتغل وبعد كده ابقى سدد لي. هنا برضو اسمها دائنون، يعني انا اشتريت حاجه على الحساب، بس انا اللي اشتريت ما بعتش، يعني ما بعتش. لو في حاله البيع تبقى مدينون على العملاء، انما انا كصاحب منشاه اشتريت حاجه تبقى دائنون، اسمها كده دائنون، يعني انا مديون لك، عليا فلوس. تمام. طيب لو هو بقى مش واثق فيا واول مره اتعامل معاه، مش واثق فيا، فقال لي لا امضي لي يمضي، ده انا هبصمك النهارده، مش هتخرج من غير لما تبصم. ماشي عادي، ايه المشكله؟ ما انا كده هدفع، ماشي حقك. فمضيت وبصمت وعملت كل حاجه هو عايزها. هنا اسمها اوراق دفع. يعني ايه اوراق دفع؟ يعني ورقه انا هدفعها اول ما ادفع الفلوس، ورقه انا هاخدها ان انا دفعت الفلوس اللي عليا دي. بس كده. في حاجه مش مفهومه؟ خلينا نتفق اتفاق. اي حاجه انت مش فاهمها مني ابعت لي على الواتساب. اي حاجه مش فاهمها مني كنظري او كعملي فيما بعد ابعت لي على الواتساب، هشرحها لك ابسط من كده لحد ما تفهم. وكعملي بقى، لما ندخل في العملي اي حاجه انت مش فاهمها ابعت لي برضه على الواتساب اشرحها لك واقول لك برضه مثال، اديك مثال تحله على الجزئيه اللي انت مش فاهمها لحد ما تفهم. ولو يا عم ما فهمتش هعمل لك فيديو مخصوص ليك انت لوحدك، ليك انت. تمام. خلينا برضو احنا ما قلناش يعني ايه ايرادات. الايرادات دي فلوس ربح، بس خدمه. يعني ايه خدمه؟ يعني وليكن احنا عندنا محل موبايلات وبنبيع اكسسوارات تليفون مثلا، فدخل عليا واحد قال لي والله انا عايز جراب تليفون، فاديته له. بكام يا عم؟ 100 جنيه. دخل عليا واحد بعد كده قال لي والله انا عايز اعمل سوفت وير. ماشي، بس كمحاسبيا بقى هو انا ما بعتش حاجه، يعني انا عملت له خدمه، انا بعت له، بس بعت له خدمه. يعني ايه؟ يعني انا ممكن دلوقتي اقول لك اتفضل اوزع كده سوفت وير، ما بيتوزع، يعني مش حاجه متشافه، مش حاجه ملموسه، مش لامسها، مش عارفها، مش شايفها. طيب هنا اسمها خدمه، يعني انا قدمت لك خدمه بمقابل مادي انت هتدهوني. هنا بقى اسمها ايرادات، يعني ربح. الايراد ده ربح، بس مش خاص بالمنشاه كمنشاه، خاص بالمنشاه لصاحبها، لراس المال. هنفهم كل في العملي، ما تقلقش من اي حاجه. هنفهم كل ده لما نبدا عملي، لما نبدا نسجل قيود اليوميه. تمام كده؟ خلينا احنا بنشرح، بص يعني ابسط من البساطه، فوازير وبنحلها مع بعض. هي دي المحاسبه، بلاش تعقيد. مفيش اي حاجه معقده في المحاسبه، ومفيش فيها حفظ. ما ينفعش ان حد يقول لك تعالى نحفظ محاسبه، تعالى نحفظ القيد ده، مفيش الكلام ده، مفيش. اوكي كده احنا خلصنا الصفحه دي. تعالى بقى نعرف يعني ايه مدين ودائن. هي دي بقى قيود اليوميه. ازاي بنسجل قيود اليوميه؟ طيب احنا المدين والدائن دول اثرين. يعني ايه اثرين؟ يعني قيد محاسبي، المحاسبه كلها بتتكلم عن القيود المحاسبيه، المدين والدائن. والحسابات اللي احنا اتعلمناها احنا بنحطها جوه القيد ده، بس ازاي نوظف الحسابات دي نحطها في المكان الصح للقيود بتاعتها، هو ده اللي احنا هنتعلمه في المحاسبه. طيب احنا اخدنا 5 حسابات.
الاصول والخصوم وحقوق الملكيه والمصروفات والايرادات. انا حاطط لك ليه الاصول مع المصروفات؟ عشان هما الاثنين لو زادوا، يعني لو في المساله لقيتهم زادوا فلوسها زادت تبقى مدينه، تحطها في الجانب المدين. طيب لو فلوسها قلت تبقى دائن. طيب الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات لو زادوا احطهم في الجانب الدائن تحت. طيب واعرفك ازاي، هعرفك كل حاجه واحده واحده وما تقلقش، تابع معايا بس. طيب لو الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات نقصت حطها في الطرف المدين. تمام؟ هبسطها لك بقى. بص، في ابسط حاجه. انا كمنشاه بقى، انا كمنشاه اهو، اي حاجه هتدخل لي المنشاه مدينه، اي حاجه هتخرج مني انا هخرجها تبقى داينه. بس كده، ما عدا حاجتين، المصروفات والايرادات. اشمعنى؟ عشان دول مسؤولين من مسؤوليه امهم اللي هي مين؟ راس المال. هنفهمها في العملي، عشان ما اشرحلكش وممكن ما تفهمنيش، لازم اشرح لك عملي عشان تفهم. تمام؟ يعني اهو هبسطها لك، الاصول والمصروفات تزيد مدينه تقل داينه، الخصوم وحقوق الملكيه والايرادات تزيد داينه تقل مدينه. اي حاجه هتدخل جوه المنشاه مدينه، اي حاجه هتخرج من المنشاه هتبقى داينه. طيب ده شكل القيد المحاسبي، مدين ودائن بيان تاريخ. هو دي القيود المحاسبيه، هي دي القيود المحاسبيه. المدين بيبقى على اليمين والدائن بيبقى على الشمال. وهنا البيان اللي هو بنكتب فيه الحساب بتاعنا، الحاجه اللي احنا عملناها، الاصول والخصوم وحقوق الملكيه والايرادات والمصروفات، هي دي اللي احنا بنسجلها في البيان. والتاريخ هو دوت اللي احنا تاريخ المعامله الماليه اللي هتحصل نكتبها هنا في التاريخ. تمام؟ عندي في البيان حاجه مهمه جدا، ان احنا بنكتب الحاجه. يعني خليني اديك مثال بسيط كده، مثال بسيط. لو انا كمنشأة ببيع انا كمحل ملابس ببيع هدوم. فانا لما ببيع هدوم انا بعت هدوم، بعت تيشيرت ب 500 جنيه. فعند ما انا بعت لصاحبي التيشيرت اداني فلوس نقدي في جيبه، طلعه من جيبه اداهم لي 500 جنيه. هنا انا زدت ونقصت. زدت ايه ونقصت ايه؟ فكر كده. هقول لك انا زدت فلوس، انا ما كانش معايا ال 500 جنيه اللي هي دخلت جيبي دلوقتي. انا لما اديته التيشيرت، لما بعت التيشيرت هو اداني 500 جنيه، فدي ما كانتش معايا بقت معايا، يبقى انا زدت فلوس. طب قلت ايه؟ كان عندي بضاعه منهم التيشيرت اللي انا اديته له، بس البضاعه قلت. ليه؟ عشان انا اديته التيشيرت. انا كان عندي 10 تيشيرتات، بعت منهم واحد بقوا 9، يبقى البضاعه اللي عندي قلت. وده اصل. وانا قلت لك من شويه الاصل لما يزيد مدين والاصل لما يقل دائن. وانا عندي هنا الفلوس اللي هي دخلت لي ديت، ده برضو اصل، بس اصل متداول. النقديه او الحسابي اللي في البنك اصل متداول. طيب ببساطه بالراحه. الفلوس اللي بتدخل لي ده اصل بس متداول، والتيشيرت او البضاعه ده اصل بس ثابت. ده اصل بس برضه متداول. البضاعه اصل متداول عشان انا بتاجر فيها. اي حاجه انا قلت اي حاجه بتاجر فيها وبكسب منها تبقى اصل متداول. تمام؟ بس الاصل من طبيعته مدين، طبيعه الاصل مدين، زاد مدين، قل دائن. انا عندي هنا حاجتين، واحد زاد وواحد قل. ايه اللي زاد؟ الفلوس زادت احطها في المدين. يعني انا خدت فلوس من صاحبي 500 جنيه، بعمل ايه؟ تعال نشوف كده. بحط هنا ال 500 جنيه في الطرف المدين، 500 جنيه. طب وفي الطرف الدائن لازم
لازم يبقوا الاثارين المدين والدائن متساويين. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش هنا يبقوا 500 جنيه وهنا 100 جنيه. انت كده حليت غلط، في حاجه حليتها غلط. لازم الجانب المدين يبقى متساوي مع الجانب الدائن، دي قاعده محاسبيه. لازم المدين يبقى قد الدائن، ولازم الدائن يبقى قد المدين. طيب يعني انا حطيت هنا 500 يبقى لازم احط هنا برضو 500. طب انا هنا هسجل ال 500 دول ايه؟ دي فلوس دخلت لي، حطيتها فين؟ في الخزنه. في الخزنه، حطيت فلوسي في الخزنه. يبقى هاجي هنا من حساب الخزينه. طيب الى حساب ايه؟ انا طلعت ايه من عندي؟ تيشيرت، يعني بعت، يعني بعت بضاعه، يعني في حصل حاجه انا بعتها. تمام، هحط هنا المبيعات. بس طب الحاجات دي حصلت امتى؟ الحاجات دي حصلت امتى؟ يوم ايه؟ مثلا يوم 1/1. احط يعني يوم 1/1. بس كده. هو ده كود المحاسبه. هنعرف الحاجات دي بالتفصيل الفيديو الجاي، متقلقش. طيب عندنا بقى اهم حاجه في المحاسبه برضو. قاعده المحاسبه هي قاعده بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن معادله الميزانيه. معادله الميزانيه. المعادله دي بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن 3 حاجات، اللي هي الحسابات اللي احنا برضو اتكلمنا عليهم: الحقيقيه، الاصل، الخصوم، حقوق الملكيه. الاصول احنا قلناها عباره عن ايه، والخصوم قلناها عباره عن ايه، وحقوق الملكيه قلناها عباره عن ايه. عايزين بقى نعمل معادله الميزانيه. معادله الميزانيه عباره عن الاصول هي بتقول كده: الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. قاعده الاصول اللي عندي لازم تكون بتساويها الخصوم اللي هي الحاجات اللي عليا، والراس المال اللي صاحب المنشاه حاطه. الحاجتين دول، الرقمين دول لازم يكونوا متساويين مع الاصول اللي عندي. تمام كده؟ تمام. بص، نخش في العمل عشان تفهمني. عندنا هنا الاصول لازم تكون تساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طيب هنا بيقول لك مساله هو عملي. هنا بيقول لك بدات منشاه الامل اعمالها التجاريه في 2/1/2027 بمبلغ نقدي، ولازم تركز في كلمه نقدي، 1,000,000 جنيه. تم تمويلها بالكامل من المالك واودعه في خزينه المنشاه. طبعا انت ما فهمتش حاجه. اول حاجه بنعملها في المحاسبه ايه؟ بنحللها. يعني ايه بنحللها؟ يعني بنفهم ايه المكتوب. انت كاتب ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هي دي المساله، بقول لك ايه، هي دي المحاسبه اللي انت بتتكلم عليها من الصبح، مش نافع فيها. انت استاذ، تعال افهم. بدات منشاه الامل اعمالها في 2/1/2027 بمبلغ نقدي 1,000,000 جنيه. بمعنى ان دلوقتي انا فتحت مشروع الملابس النهارده ب1,000,000 جنيه، ب1,000,000 جنيه. والفلوس اللي معايا ديت انا معايا نقدي، فلوس نقديه في جيبي. عندي نوعين: لو الفلوس نقديه في جيبي، يعني انا معايا 1,000,000 جنيه في جيبي، تبقى اسمها نقديه، بسجلها محاسبيا في الخزنه، بحطها في الخزنه بتاعت المنشاه. طيب او مش ممكن في الخزنه بس، ممكن في الخزنه او الاصول اللي انا هجيبها، اللي انا هجهز بيها المصنع بتاعي. انا لسه ببدا اهو، انا معايا 1,000,000 جنيه وعايز افتح مشروع. المشروع دوت ب1,000,000 جنيه، فال1,000,000 جنيه ديت انا هوظفها، هحط مثلا في الخزنه بتاعت المنشاه عشان يبقى معايا سيوله امشي بيها مثلا 10,000 جنيه مثلا. ومثلا اعمل حساب في البنك عشان لو حد اشترى مني حاجه يحول لي انستا باي. فهنا الانستا باي دوت او الشيكات تبقى بنك، اكتبها في المحاسبه باسم بنك، مش اسجلها حساب بنك مش حساب خزنه. تمام؟ وحساب الخزنه او حساب البنك ده اصل، بس اصل ايه؟ متداول.
ليه؟ لان هو بيتحرك معايا، بتاجر بيه، النهارده بشتري حاجه وببيعها، النهارده ببيع حاجه كده، في حاجات بتحصل. تمام. فانا حطيت الفلوس بتاعتي في الخزنه، في الخزنه. تمام. انا هنا فين الاصول بتاعتي؟ يعني فين الاصل اللي انا عملت بيه المشروع؟ هو المليون جنيه، بس بكام؟ نقدي، مش بشيك. يعني انا مش معايا حساب في البنك فقلت لك بشيك، مبلغ نقدي مليون. قال لي هنا اهو في خزنه، ما قاليش في البنك عشان هتفرق، بس مش هتفرق في المعادله، تفرق وانت بتسجل القيود اليوميه. وانت بتسجل القيود اليوميه لو قال لك نقدا هتكتبها خزنه زي اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هي في المثال اللي قبل ده. طب لو قال لي شيك يبقى اكتبها بنك، حساب بنك بس. وهنفهم برضو كل حاجه بس بالراحه، اهدى على نفسك، ما تقلقش من اي حاجه. طيب انا عندي هنا فين الاصول؟ اللي هي الخزنه، الخزنه. فانا بحطها في جانب الاصول، ده جانب الاصول بتاعي اهو، جانب الاصول بتاعي. فانا بحطه هنا، الخزنه اهي بمليون جنيه، بمليون جنيه. تمام. وعندي هنا خصوم. هل هنا في المثال اداني اي حاجه خصم؟ يعني قال لك مثلا انا ما كانش معايا فلوس وعملت قرض؟ ما قالش، لا. هو قال انا كان معايا مليون جنيه وعملت المشروع بمليون جنيه. تمام، يبقى خلاص اهي مليون جنيه. طيب لازم، قلت لك لازم الجانب المدين يبقى متساوي مع الجانب الدائن. لازم في المحاسبه الارقام كلها تكون متساويه، المدين والدائن. تمام. انا هنا الجانب المدين عندي مليون، يبقى لازم الجانب الدائن بتاعي برضه يبقى مليون. طب هو انا هنا عملت المشروع بتاعي منين؟ من راس مالي، راس مالي انا اللي هو المليون جنيه. يبقى اجي عند حقوق الملكيه اكتب راس المال مليون جنيه. يبقى انا هاجي هنا ده يساوي ده، بس كده. اجي بقى اخد مثال تاني برضه. اخر مثال معانا عشان ما تزهقش مني، اخر مثال معانا، وهديك مثال بعده بس تحله انت، حله انت وابعتهولي على الواتساب. طب ما فهمتش اي حاجه مني، ابعت لي على الواتساب وما تقلقش برضه. طيب فهمت بس في حاجه واقعه منك، ابعت لي على الواتساب برضه. طيب في حاجه انت عايز تاخد رايي فيها، يعني كمثلا نقطه مش فاهمها عايز تكتب لي على التعليقات اكتب، عايز تبعت لي على الواتساب ابعت، انا معاك كده كده، ما تقلقش. بدأت منشأة الأمل أعملها في 1/1/2027 بالأصول التالية. أنا هنا عندي كذا أصل، يعني أنا ممكن أفتح مشروعي بمليون جنيه بس مش كلهم هحطهم في الخزنة، لا ده أنا لسه بعمل مشروعي، هجيب إضاءة، هجيب كاميرات، هجيب شاشة، هجيب تكييف، كل دي أصول عندي في المنشأة. تمام. عمل إيه هو بقى؟ قال أنا معايا 500,000 نقدية حطيت نقدية في الخزنة، وأبص نقدية في الخزنة حطيتها في الخزنة ال 500، وعندي 250,000 نقدية حطيتهم في البنك. يعني معايا 250,000 في حسابي في البنك حطيتهم بس باسم المنشأة بتاعتي، وحطيت 500,000 برضو فلوس بس في المنشأة بتاعتي في الخزنة. تمام. وجبت أساس برضو ده أصل، برضو ب250,000، وقد تم تمويل هذه الأصول بالكامل من قبل مالك المنشأة. تمام. يعني رأس ماله، ده رأس ماله. ماشي. إيه هي الأصول؟ تعالى نبدأ. احنا قلنا ايه؟ الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. ليه؟ عشان الجانب المدين لازم يكون قد الدائن. يعني ايه؟ يعني الاصول عندي مدينه والخصوم وحقوق الملكيه داينه، فانا لازم يبقى الجانب المدين قد الجانب الدائن. الاثرين بتوع المحاسبه المدين والدائن لازم يكونوا متساويين يا ابن عمي. تمام. يبقى هنا الاصول عندي ايه؟ نقديه 500,000، اكتب نقديه 500,000. ماشي. وعندي 250,000 نقديه برضو بس في حسابي في البنك، حسابي اللي في البنك. ماشي. بس برضو دي اصول احطها كلها في الاصول اهو،
250,000 حسابي في البنك، وجبت اساس ب 250,000 حطيتهم اهو برضو في جانب الاصول. مجموعهم كام؟ لازم اجمعهم. مجموعهم كام؟ مليون جنيه. يبقى انا لازم الجانب المدين زي ما هو مليون جنيه، لازم الجانب الدائن برضو يبقى برضو مليون جنيه. تعال قال لك هنا ديت من قبل مالك المنشأة، يعني رأس ماله. هو خد قرض؟ ما خدش قرض. استلف من حد؟ ما استلفش من حد. عليه اي ديون؟ معلوش. هو كان معاه كل حاجه، الحمد لله ربنا كرمه، ماشي، عقبال كده ربنا يكرمنا. يبقى هنا رأس ماله مليون جنيه اهو. يبقى المليون جنيه ديت في نفس السوى بتاع المليون جنيه دي بتاعت الاصول. يعني الاصول بتساوي الخصوم زائد حقوق الملكيه. طول ما انا ما عنديش خصوم يبقى صفر. مفيش خصوم. طيب لو انا عندي خصوم، خدت حاجات ديون، استلفت من حد، تبقى احطها في جانب الخصوم. ولازم الخصوم وحقوق الملكيه لازم يبقوا في نفس السوى بتاع الاصول. كده احنا خلصنا معادله الميزانيه. بس كده. في حاجه وقفت قدامك ابعت لي، انا معاك وما تقلقش من اي حاجه. هديك بس مثال بسيط جدا، حله وابعت لي، وما تنساش او ما تنفض بعد اذنك. عايز من البدايه كده اكون متابعك وانت متابعني. تمام؟ ماشي. بمبلغ طالب منك ايه؟ طالب منك انك تحل المثال دوت، وحاجه تاني تقول لي القرض ال5 سنين دوت هل هو طويل الاجل ولا قصير الاجل وليه؟ في اي حاجه مش فاهمها ابعت لي. مثال بسيط جدا وتافه وما ياخدش منك 5 ثواني، حله وابعته لي. تمام كده؟ في اخر رحلتنا النهارده ما تنساش ان طول ما انت مع البوب هتبقى التوب يا صديقي. وانت بطل، وانت بطل قصتك وبطل رحلتك، وانا واقف في ظهرك ومش هسيبك. ما تقلقش من اي حاجه، ربنا يوفقكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.